بعض الأحيان أستشعر وجود الله سبحانه وتعالى في حياتي في كل شيء. يعني مثلا في الليالي المظلمة اللي عشت فيها وظننتها ما بتمر، لكنها مرت بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، مرت. إذا وجود الله سبحانه وتعالى هو الاطمئنان اللي يعيد إليه. هنا أبدأ كل شهر بحلم من جديد وخطة صغيرة تقودني لشيء جميل. مفكرة الفراشة ليست مجرد بلانر، بل مساحة أكتب فيها عني، عن لحظاتي، عن الأيام التي صنعتني. صفحة بعد صفحة أرتب فوضاي بهدوء وأجمل أيامي بخطتي البسيطة. هنا حيث الترتيب يصنع راحة والكلمات تزرع أملا. مرحبا بكم في عالمي حيث التفاصيل تحكي عني كثيرا. شعارنا بين الهدوء والتفاصيل نصنع الجمال سويا. أهلا، يا صباح الخير البنات، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في لاشين تاعنا، مرحبا بكم في فيديو جديدة. قبل ما نبداو نحبكم كامل تصلوا على النبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجيتكم بفيديو جديد وروتين جديد ووصفة جديدة، ونبداو تو تسويت مع لا فيديو. بنات كنت بديت الصباح تاعي باذكار بيان سور. فوالا، انا كنت وجدت الفطور تاع الصباح معكم حبيباتي. يعني نحاول نبدل السكريات والحاجات اللي ما فيهاش فايده بحاجات فيها طاقه، بحاجات فيها فيتامين. كما شفتوا كنت قطعت نص حبه خيار وقطعت طماطم. قلت لكم يا البنات راني نحاول نبدل الفطور تاعي، ماشي ديما حاجات حلوين، مرات نبدلو نديرو حاجات خفاف وصحيين كتر. كما الخيار والطماطم فيهم فيتامينات يفيدو الجسم، يعاونو بزاف في الترطيب. البيض بروتين كما على بالكم، هكا باه كامل اليوم تاعنا يخلينا عندنا نشاط، يخلي عندنا طاقة. هذه هي حبيباتي، خليكم معنا فيديو من بعد نوليكم. الإيمان بالقضاء والقدر شيء مو طبيعي، مو طبيعي. تعرف شنو مو طبيعي؟ أي. مو طبيعي. بس تؤمن بالقضاء والقدر، أي. كل المصائب هذه لا قيمة لها، تهون كلها. عجيب. اي والله، قدر الله ما شاء فعل. شو اللي بيدي اسوي؟ ما بيدك شيء، بس ما بيدي شيء، قدر الله ما وما شاء تحاتي فعل. شيء، وامرك بيد الله سبحانه وتعالى. امري بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الحين اهم شيء شلون استفيد من هالمصيبه. عرفت؟ شلون ممكن تستفيد؟ استفيد ان اصابته ضراء صبر، اخذ اجر الصبر. شلون استفيد؟ اتعلم من الاخطاء التي وقعت فيها التي سببت لي هذه خساره التجاره. والله الذي يحمل قلبا طيبا فليبشر بخير، وليشكر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا على أن يديم عليه هذه النعمة العظيمة. اسمع وتأمل هذا الكلام: كل شيء يرحل إلا الخير يظل مغروسا في النفوس الصافية. لذلك هنيئا لمن يزرع الخير بين الناس، فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب. لذلك لا بد أن تكون مستديم الشكر لله تبارك وتعالى على أن يديم عليك هذا القلب الطيب. كما شفتوا البنات هذا كان فطوري. فوالا، لهنا كنت باه ندير لاسياست. كي درت لاسياست كنت نضرت معكم هاد الوصفه السهله تاع الكروكي، بزاف سهله، ننصحكم تجربوها البنات، تجي في المول الاسطوري. كما شفتوا البنات كنت حطيت عظمه، كنت حطيت نص كاس سكر، حطيت نص كاس زيت، خلطتهم فيها. من بعد بنات كي خلطت كنت حطيت مغرفه تاع نشا لا مايزينا، حطيت مغرفه ونص تاع خميره تاع كاتو، ودرت كاس تاع فرينه. الناس تشوفوا مع الفرينه تاعكم ما تيبسوش العجينه تاعكم، كي تحسوا تاعكم العجينه طريه حبسوا الفرينه. بالك نتوما ما تحطوش كاس، بالك يجيكم قل من كاس، فهمتوني؟ كما شفتوا من بعد وكما شفتوا كنت حطيت البلاطو بابي كويسون، دهنته بشويه تاع زيت، حطيت العجينه تاعي
بدات نقولكم ما تيبسوهاش، عندكم تيبسوها خليوها طريه. كنت تيبسوها يجيكم الكروكي تاعكم يابس حجره. فوالا كنت درتها وحطيت الكروكي تاعي يطيب، شعلوا عليه من التحت، كي يطيب من التحت شعلوا عليه من الفوق حتى يحمر. كي يحمر نحيوه، قلبوه، من بعد جيبوا الكونفيتور ديروا عليه شويه كونفيتور. البنات ما تصوروش شحال يجي خفيف وهايل هاد الكروكي، نصحكم كامل تجربوه تمدوا لي رايكم البنات. كنت حطيت له الكونفيتور كميه لبست بها كابه يجيني مبلول. البنات من بعد كنت درت عليه شويه تاع نوار كوكو. ماشي شويه بزاف، نحب نوع كوكو بزاف. ولا تحبوا ديروا عليه شويه مكسرات. انا كنت درت زوج البنات، كانت عندي قهوه باه نهبطها لدرجه ستيل تحت. كنت مديت لهم لاتاي لتحت، درت لهم غير حاجات خفاف. كنت درت لهم هاد الكروكي ودرت لهم بريوش محشي بالشوكولا، ودرت شويه تاع المسكوتشو. فوالا البنات شتو الكروكي كيفاه جا يذوب في الفم. هذه يا حبيباتي ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. البنات هذه في العشيه كنت خرجت مع الزوج، كانوا خاصين شويه حاجات كنت شريتهم. بقاو معايا من بعد تكون نشارك معكم مشتريات بسيطه اسونسيال. نحنا كسرنا شويه روتين وخرجنا نتعشى برا. فوالا البنات كان واحد البرود بزاف هايل فيا. كنا كوموندينا لي بروشيت تاع الدجاج كنت وهاد البيتزا لي كانت بزاف هايله. فوالا لهنا البنات كنت شاركت معكم مشترياتي، ماشي حاجه بصح كنت خلي نشارك معكم. شريت هذه نشافه تاع النار. كنت شريت البنات هاد لي باط، كنت شريت منهم عجبوني بزاف براتيك. كانت خصتني هذه كنت شريتها. كنت شريت هاد البانزو. كنت شريت البنات هاد المقلاة تاع الدبل فاست، شحال وانا حابه نشريها، كانت في خاطري. بالك انا الاخرى في الجزائر اللي شريتها البنات. ضحكوش عليا، شريتها 290، هذه المتوسطه. وهذا كان كلش حبيباتي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا. الى فيديوهات اخرى ان شاء الله، مع السلامه.